صور معايا كتفيق في الصباح تتفتح تطبيق اوبر كتلقى بان الحساب ديالك مغلق فجأة. ناري خدمتي وقوت يومي مشاو ليا في ثواني بلا سبب بلا انذار. المشكل مع الدعم، تتصل بالدعم ولا رد، تترسل ايميلات ولا حياة لما تنادي، تتحس براسك مظلوم وما عارف فين تمشي. ولكن كاين الحل القانوني الرسمي بزاف السائقين ما كيعرفوش. شنا هو انك تتقدم على بي. هذا واحد الموقع رسمي في امريكا كيدافع على المستهلكين ومستقل على الشركات. اي شركة حتى اوبر مضطرة تجاوب على الشكاوي اللي كتجي من بي. الخطوات العملية لتقديم هاد الشكوى هادي كيفاش دير خطوة بخطوة. سير الموقع bbb.org، كتكتب في البحث اوبر تكنولوجيز انك، غادي تلقى الصفحة الرسمية ديالهم، ضغط على فايل كومبلينت، كتب المشكل ديالك بالانجليزية مثلا I am an Uber driver and my account was، وانت غادي زيد الرقم الحساب او حتى اللقطة ديال الشاشة لو عندك باش تكون الشكوى قوية. ضروري تكون عندك الشكوى قوية. مين ترسل الشكوى بي كيوصلها مباشرة لأوبر، وعندهم عادة 14 يوم باش يجاوبوك رسميا. اذا ما جاوبوكش ماشي مشكل، تقدر ترسل تذكير رسمي من بي وحتى تتواصل مع المكتب حماية المستهلك في الولاية ديالك وتجمع كل الأدلة اللي عندك. والنصائح مهمة اللي غادي نقولك، كن واضح وهادئ في الكتابة ديالك بلا سب ولا تهجم. جمع كل الأدلة، الرحلات، ايميلات، لقطات الشاشة، تابع الشكوى بانتظام وخلي كل شيء موثوق. لانك من تكون في السياره وهاز معك شي زبون ولا هادي، خاص الكاميرا تكون مشغله باش ما تخليش شي حاجه تفرط فيها، باش يكونوا هذيك اثباتات قويه. وفي الاخير غادي نختم لكم، ما تسكتش على حقك. اذا تغلق لك الحساب بلا سبب، ما عندك القانون كيحميك. شارك الفيديو مع اي سائق اوبر اللي واقع ليه نفس المشكل وراجع الحساب ديالك في القانون، راه ممكن ترجع ليك الحقوق ديالك دريا. وشارك هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.